صباح الهنا والسعادة، صباح الرضا، صباحنا مشرق بنور الله وبركاته. أحلى أخوات وأحلى متابعين، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم ليا ويزيدكم من نعيم الله وفضله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. تعالوا كده ندردش النهاردة مع بعض في فيديو بسيط جدا جدا، يا رب كده يعجبكم، يا رب ينور رضاكم. بحبكم في الله يا أحلى اخوات ويا أحلى متابعين. وتعالوا مع بعض كده نشوف شوية تفريزات بسيطة جدا كده وندردش مع بعضينا ونشوف هنعمل ايه كده. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على أبواب، يا رب يجعله شهر كريم ومفترج على الأمة الإسلامية كلها يا رب أجمعين. بحبكم في الله يا احلى اخوات واحلى متابعين. تعالوا كده نبدا ونخش الفيديو بتاعنا كده ونشوف هنعمل ايه. بحبكم في الله احلى اخوات واحلى متابعين. تعالوا كده مع بعض نسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف احنا هنعمل ايه. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير. النهاردة أنا منى ودي قناتي على اليوتيوب. حابة كل اللي يشوف الفيديو أو يشوف القناة يدخل يشترك معايا من كلمة اشتراك اللي بالأحمر اللي تحت الفيديو، ويفعل زرار الجرس علشان يوصلوا إشعار بكل فيديو أنا هقدمه معاكم الفترة اللي جاية دي. خلاص، النهاردة معانا كده يوم بسيط خالص، وإن شاء الله كده يا رب يعجبكم الفيديو ده. حابة كل حبايبي وكل متابعيني ما ينسوش اشتراك للقناة، ما تنسوش لايك للفيديو حلو منكم، كومنت منكم يرفع من روحي المعنوية ويديني طاقة على إني أكمل معاكم الفترة اللي جاية. تعالوا كده مع بعض نشوف هنعمل إيه وإيه اللي معانا ده يا منى. أنا كنت بره عند الدكتور، ربنا يا رب يشفينا ويشفيكم ويعافينا ويعافيكم، اللهم آمين. فجيت معايا وانا جايبه وانا جايه، فجبت معايا شويه طلبات كده من السوق. جبت معايا سبانخ، بصوا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لسه كده يا بنات طازه، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا جبت معايا كيلو، وجبت معايا 2 كيلو بسله، وشويه طلبات كده للبيت. بما اننا احنا داخلين على شهر فضيل وشهر كريم، ربنا يا رب يدخلوا علينا بالخير واليمن والبركات وبالصحة والسلامة علينا وعلى أمة الإسلامية كلها أجمعين يا رب. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يكون رمضان خير على كل أمة الإسلامية يا رب العالمين. تعالوا كده مع بعض نعمل شوية تفريزات بسيطة. مش شرط انك تجيبي كمية كبيرة تعملي منها تفريزات، لا، على قدر المستطاع. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. انت على قد بيتك وعلى قد فلوسك وعلى قد احتياجاتك، وشوفي انت طلباتك وبتمشي بيها ازاي واعملي على اساسها. خلاص، مش شرط انك تجيبي مثلا 10 كيلو بسله، ما اعرفش 10 كيلو سبانخ، ما اعرفش 10 كيلو ايه، لا، على قدك وامشي. انت لو كل سوق من التسويقه بتاعه الاسبوع اللي انت بتجيبيها، لو بتجيبي مثلا تسويقه كل اسبوع، لو جبتي كل مادة كيلو او 2 كيلو بالكتير، ان شاء الله هتفرزي جميع الخضار اللي انت حابة تفرزيه من غير ما تحسي ومن غير ما يكون في ضغط عليكي ولا عبء على جوزك. انت فاهماني؟ لو جبتي بس كيلو من كل حاجة، هتبص تلاقي نفسك ان اخر الموسم انت مفرزة كل حاجة من اللي انت نفسك فيها. تمام كده. انا عامة ما بحبش البسلة اساسا المتفرزة، بس انا عشان اديكم الفكره بتاعه تفريز البسله عشان رمضان، كل سنه وانتم طيبين كده، فانا هديكم الفكره وانتوا على اساسها امشوا. كل واحده مننا عارفه اسلوب بيتها وطريقته واكل وشرب. ودايما يا حبيبه قلبي ما تفرزيش الحاجه اللي انت عارفه انك ما بتاكليهاش، لا انت ولا ولادك، بيبقى مخسر ليكي على الفاضي. لا، انت عارفه نفسك هتاكليها فرزيها، مش هتاكلوها بلاش منها خالص، عشان احنا في ظروف ربنا يعديها علينا وعليكم بخير يا رب. ربنا يا رب يطلعنا من الازمه اللي احنا فيها دي على خير. خلاص كده، انا معايا سبانخ اهي، بس انا لسه هغسلها ما غسلتهاش. البسله بس هي اللي فرفضتها. طبعا احنا كلنا حبايب وكلنا ستات بيوت شاطره بتفرفط، انا فرطت البسله بس. ومعايا جزر اهوت هغسله برضو لسه وهخرطه معاكم، وهنشوف كده احنا مع بعض هنعمل ايه النهارده في الفيديو البسيط دي. يا رب تستفادوا منه ولو بمعلومه بسيطه. انا ان شاء الله استنوا الفيديوهات اللي جايه بامرك انت يا رب. هديكوا هنعمل مع بعض بامر الله ان شاء الله يا رب. هنعمل مع بعض شويه عصير لرمضان. هقول لك على افكار تعمليها في رمضان بحيث تعدي الازمه الاقتصاديه اللي احنا داخلين فيها دي يا بنات. ونعدي الامور بحيث ما يبقاش في ضغط علينا ولا عبء على جوز الواحده فينا. انتوا فاهميني؟ على قد حاجتك وامشي، وعلى قد الاكل اللي عندك مشي نفسك بيه. مش شرط كل يوم لحمه ولا كل يوم سمك ولا كل يوم فراخ ولا
لأ، هنمشي، الأمور هتمشي والله وهتبقى بسيطة إن شاء الله. تابعوا معايا الفيديوهات اللي جاية بأمر الله وهنشوف مع بعض إحنا هنعمل إيه. أنا هاغسل الجزر دوّة وهاخرّطه، وهاغسل السبانخ معاكم برضه وهاخرّطها، وهنشوف مع بعض إحنا هنعمل إيه. تابعوا معايا الفيديو للآخر، يا رب بس يكون عجبكم ومش تقولوا يا أم منى أنتِ بترغي كتير. أنا يا حبيبة قلبي أنا ما بارغيش كتير، أنا باحاول أوصّل لك المعلومة على قد ما باقدر. تمام كده، باحبكم في الله، تابعوا معايا الفيديو للآخر وهاشوف إحنا هنعمل إيه. أنا هاغسل الخضار اللي باقي معايا وهاخرّطه وهنرجع مع بعض نشوف إحنا هنعمل إيه. حبايبي بعد ما خلّصت البسلة كده والجزر كده مع بعض وخرّجته عليها كده زي ما أنتم شايفين كده معانا أهوّة، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ودي السبانخ بتاعتي غسلتها طبعًا وسِبتها لمّا نشفت كويس، وبعد كده خرّطتها كده زي ما أنتم شايفين أهيّة، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعالوا كده مع بعض اللي عندها يا حبيبة قلبي عندها علب بلاستيك زي دي كده عادي ممكن تحط فيها، ما عندكيش يبقى أكياس اللي هي بتاعة التلاجة عادي هنحط فيها وبتأدي الغرض وبيبقى تمام. تمام كده هنعبي كده الأكياس بتاعتنا ونشوف إحنا هنعمل إيه كده مع بعض. أول حاجة أنا هعبيها معايا العلبة الصغيرة دي، اشمعنى علبة واحدة يا أم منى؟ العلبة دي يا حبايبي أنا باعملها بس عشان لو حبيت أعمل شوربة خضار، خلاص كده ما باحبش أنا أفرّز معاها الكوسة والحاجات دي في الفريزر، خلاص هاخد بس كمية على قد إن أنا هاعمل بيها شوربة الخضار زي دي كده تمام. شايفين كده أهيّة على قد شوربة الخضار بس. أنا عملت دي بس كده على قد شوربة خضار بحيث إن أنا أطلّع العلبة بس على قد شوربة الخضار وبس، خلاص كده. وهاجي أعبي الكمية التانية كده زي ما أنتم شايفين، بسم الله. عبي المقدار اللي أنتِ بتعملي أكلِك بيه يا حبيبة قلبي، خلاص كده. أنا عارفة أكلي باعمله إيه، فباعمل على قده بالضبط بصراحة، ما باحبش أكتر الأكل لإن أنا ما باحبش الأكل البايت، عامةً يعني. كده أنا ما باحبش الأكل البايت خالص يا بنات، تمام. أهوّة فرّزيها كده وتسيبيها، بسم الله ما شاء الله. اعملي بقى الكمية اللي أنتِ حاباها، حابة تفرّزي كمية كبيرة اعملي، مش حابة برضه براحتك، خلاص كده. ماشي، هنعبي بقية الكمية بتاعة البسلة وهنعبي كمية السبانخ اللي برضو اللي معانا، وهنشوف كده مع بعض شكلهم بيكون ازاي. انا اديتك الفكرة يا حبيبتي وانت اعملي الطريقة اللي انت حباها، خلاص كده. نكمل الكمية تعبية وبعد كده هنشوف شكلها ازاي. بعد ما خلصنا الكمية كلها معانا تعبية كده زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عبي بقى المقدار اللي بيكفي بيتك، خلاص، وعارفة اكلك بياخد كمية كام فانت بتعبي على اساسها. خلاص انا عملت كده 2 من السبانخ و2 من البسلة، بسم الله ما شاء الله، والعلبة دي معايا كمان. خلاص انا كده اديتك المعلومة واديتك الفكرة، انت حابة بقى تخزني كميات كبيرة على براحتك زي ما انت حابة اعملي. خلاص انا عن نفسي بستكفى ان انا لو جبت كل سوق حاجة بسيطة وبعمل منها كيس او 2، وباجي في اخر الموسم بلاقي نفسي انا مكونة كل حاجة عندي في البيت بصراحة، وبلاقي نفسي مخزنة كل الخضار اللي انا حباه من غير ما احس ان انا مثلا ضغطت نفسي في مصروف بيتي او مصروف الاسبوع او مصروف الشهر. زي ما انت بتاخدي مصروفك زي ما انت نفسك مشي نفسك، خلاص كده. انا زي ما انتم شايفين كده انا كل اسبوع بجيب حاجه وبحس ان انا ما بضغطش على نفسي ولا بحس ان انا بقصر في اكل بيت الاسبوع، خلاص. انا اديتك الفكره، يا رب تكوني استفدتي ولو بمعلومه بسيطه من الفيديو. برضو يا جماعه انا برضو بعمل الفاكهه برضو بالاسلوب ده، انا ما بروحش مثلا اجيب برنيكه فراوله او برنيكه من الجوافه او الحاجات دي، لا. انا بجيب مثلا 3 كيلو او 2 كيلو، او شوفي انت بتجيبي ايه في بيتك وبعمل كده بصراحه. انا مثلا لو جبت 2 كيلو بحاول اوفر منها كيس او 2، وبالباقي برضو بسيبه لولادي، خلاص كده. شفتوا كده معايا، خلاص. يا رب تكونوا استفدتوا ولو بمعلومة بسيطة كده من الفيديو بتاعي النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسيش لايك ليا، وما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ان شاء الله كده هنبدأ مع بعض حلقات تفريزات كده من هنا ورايح، باجي ايام قليله خالص على رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ورمضان سعيد علينا وعليكم جميعا يا رب. بحبكم في الله، احلى اخوات واحلى متابعين. ربنا يديمكم نعمه في حياتي ويخليكم ليا ويزيدكم من نعيم الله وفضله. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الاشتراك، وسلام عليكم.